شكرا لك زميل العزيز طارق. انتهت مباراة الفتح الرباطي المغربي ونادي النصر السعودي، يعني يمكن هزيمة موجعة، 4 أهداف اصطدم بها تشيباك فريق النصر. يسعدني أن يكون معي المدير الفني ريكاردو ليجيب على بعض أسئلتنا. أكيد مباراة صعبة و4 أهداف في وقت قصير جدا، منهم 3 أهداف في شوط المباراة الأول. لم تفلح أي نتيجة بهذا الشكل، حتى لما أنت اتكلمت مع اللعيبة في الشوط الثاني لم تغير من شكل أداء المباراة. Exact. Premier temps, on a pris un but normal et après le penalty, il y avait une erreur. On a 3-0 à la mi-temps. On a réussi à finir avec un peu plus de jeu, mais le match c'est une équipe qui avait beaucoup d'automatisme et une autre qui commençait. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont arrivés il y a une semaine. Et ça, le match se joue là aussi. يعني استقبلنا 3 أهداف في الشوط الأول. أكيد أن الهدف الأول هو هدف طبيعي يعني في كرة القدم، هدف عادي. هدفين كانوا يعني أخطاء منا، كان من الصعب علينا نعود في المباراة الشوط الثاني. لعبنا ضد فريق يعني منظم بشكل جيد، اوتوماتيزمات يعني متكامل، فريق متكامل. احنا لعبنا بلاعبين لسه وصلوا من قبل أسبوع تقريبا للفريق. يعني الفريق الرباطي كان أقوى أكيد، لكن في النهاية أكيد طموحاتكم مستمرة في تقديم عرض طيب في المباراة المقبلة. Exact, ça c'est important. Progresser, c'est pas on a fait le premier match, le deuxième on a baissé. Maintenant il faut vite progresser. Dans on a plus de chance. Il faut bien jouer et avoir au moins une victoire. يعني أكيد نود أن نكمل هذا مشوارنا في هذه البطولة بشكل جيد، نحاول نلعب مباراة القادمة بشكل جيد، نحاول نطور من مستوانا. أشكرك. شكرا. أكيد، ومن المدير الفني ريكاردو الخاسر.